بن شرقي غضبان زعلان مقموص. ادي يا كابتن ابو المعاطي، ادي يا عم الصفقات اللي بتيجي عشان بس ايه اغيظ الزمالك والزملكاويه اهزمهم معنويا ونفسيا. ادي يا عم، قلنا مره واثنين وثلاثه، قلنا الحاجات اللي بتيجي بالطريقه دي ما بتنفعش يا كابتن ابو المعاطي. خواجه كمان غضبان من بن شرقي. ايه السبب يا باشا؟ السبب ان بن شرقي مش عاوز يدافع. قال لهم يعني كل شويه ارجع، كل شويه ارجع، كل شويه ارجع، عاوز ابقى مركز في الشق الامامي. بص انا مش هقول لك ان يعني انت راجل صحفي كبير وعارف، يعني بن شرقي في تاريخه كله في الانديه اللي لعب فيها، حتى في فرنسا، في السعوديه، في الزمالك، ده اسلوبه وطريقه لعبه. هل مثلا انتوا اتفاجئتوا بيها؟ هل مثلا هو جه الاهلي اوبا اتصدمنا ده ما بيدافعش؟ هو كده يا عمي من زمان والله، ده اسلوب لعبه ودي طريقته. يعني ابقى موجود يعني لحد نص الملعب، لكن لما ارجع كمان للتلت الاخير واعمل المشوار ده في سن ده، يبقى انتوا عايزين تخلصوا عليا يا بيه، عايزين تخلصوا عليا، وانا ما اقدرش اعمل المشوار الكبير ده. ده مشوار كبير عليا ومشوار تقيل عليا. سيبني ان انا في المشوار ده يعني ابقى معاك. الراجل قال لا، احنا الفرقه بتلعب واحده واحده، بنهاجم واحده واحده وبندافع واحده واحده. لعل ده خلى في ارتباك في القرار عند اشرف بن شرقي، ولاعب كبير ولاعب عظيم نسعد بوجوده في النادي الاهلي، لكن بقى في غضب. هو بن شرقي غضبان من الراجل لان لعيب الكوره اللي زي بن شرقي ده لعيب مزاج، لعيب عالي، لعيب انت لازم تقول تريحه في الملعب عشان يديك اداء رائع، مش تبرمجه لا ترجع تدافع ترجع تدافع. هيرجع كل شويه يسند كريم الدبيس ولا احمد كوكا. خلاص ما تلعبوا باك ليفت، ما تلعبوا باك ليفت، ما تلعبوا باك ليفت وخلاص. فالاتنين زعلانين من بعض. بن شرقي زعلان من الخواجه والخواجه زعلان من بن شرقي، ماشي. ولما جيت تريزيجيه ابدع في هل بقى بص انا مش عاجبك انت راجل صحفي مالكش يعني من انك ترشح حد النادي او الكلام ده. هل بقى كابتن بيب الله الخطيب ايه وضعه بقى؟ يعني المبالغ الضخمه اللي جاب بيها زيزو واللي جاب بيها بن شرقي، اللي كان ممكن يجيب بيها لعيبه من امريكا اللاتينيه جامده جدا زي ما بيراميدز جاب كينو قبل كده، او مثلا يجيب لعيبه من اوروبا او من افريقيا، لعيبه جامده جدا. بس الفكره ان انا اختار لعيبه الزمالك او اللي كانوا في الزمالك عشان ايه؟ تبقى ضربه معنويه كمان للمنافس اللي هو ميت اكلينيكيا اصلا ومش عارف ينافسني. يعني انت متخيل؟ كابتن محمود الخطيب لاحظ ان بن شرقي ما سخنش حتى، يعني اللي راح يسخنه بن شرقي ما سخنش. فسأل عن سبب استبعاد بن شرقي او خروجه من حسابات الخواجه، فقيل له ان السبب هو الدور الدفاعي، ما بيقومش بالدور الدفاعي، ماشي.